تسجيلات إمام الزمان تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت إن شاء الله. جزاكم الله خير. جزاك الله خير أخي أبو عمر النكراقوي. والله أخي أبو عمر بارك الله فيك. أشكرك جزاك الله خير على طرح هذه المواضيع الرائعة، وحبينا كذلك أن ندلو بدلوي في هذه المسألة. جزاك الله خيرا، بالذات في مسألة ما يسمى بصناعة الأبطال. يعني كما تعلمون بارك الله فيكم بأن التيارات الإمامية تعاني من يعني انطفاء أضوائها، بالذات في 20 سنة المنصرمة أو 10 سنوات المنصرمة، 10 إلى 15 سنة المنصرمة، يعني منذ بداية مرحلة الجهاد الأفغاني ضد الاتحاد السوفيتي. هذه الشعارات والدكفتش ورفع الرايات واللطم وغيرها وهيات من الذلة كلها يعني انتهت بارك الله بكم وتلاشت، ولذلك حاولوا يصنعون يعني فد بطل اسمه بحزب اللات، وحاولوا أن يجعلوه فد بطل قومي ويضفوا عليه نوع من الهالة البطولية، حتى يعني لا ينجر الشيعة القوميون أو الوطنيون أو المناضلون أو الأحرار أو إلى آخره أن ينجروا وراء التيارات المنسوبة إلى أهل السنة والجماعة، لأنه هذا هو أسلوبهم أخي أبو عمر. أسلوبهم هم يصنعون بطل وهمي لكي ينجر وراء العوام من أهل السنة والجماعة، وإذا بي يعني السحر ينقلب على الساحر. فحاولوا يطلعون في الشخصيات، يعني مثلا أنا أضرب لك مثال أخي أبو عمر. أبو درع اللي هو في العراق، وهو يعني أحد حثالات جيش المخزي، عبارة عن شخص كان يشتغل بالتبديل، وعبارة عن مدمن مخدرات، مجرم، خريج سجون. بعد ما سقطت بغداد وبعد ما دخلوا القوات الأمريكية، كان من أوائل المهنئين بدخول القوات الأمريكية، حال كل حثالات جيش المهدي وحثالات مدينة الصدر، وتاريخه يطول يعني. وبعد ذلك لما بالذات بال2004، لأنه أنتم تعرفون بارك الله بكم بأنه يعني نيران أهل السنة والجماعة في العراق ما انطفأت لا يوم 9/4 ولا قبل 9/4 ولا بعد 9/4، ما انطفأت إطلاقا. لكن شرارة ما يعرف بالمقاومة بشكلها الحالي المتبلورة اشتعلت في الفلوجة. كلنا نعرف قصتها، لما واحد من الجنود الأمريكان صعد فوق دبابته وكان يتفرج يعني على، لأنه الحيطان في مدينة الفلوجة قصيرة نسبيا إذا ما قورنت بحجم الدبابات، فيصعد فوق الدبابة حتى يطلع على يعني عورات الناس، وكان الوضع محتدم جدا، وهناك غليان في شوارع الفلوجة. فطلع ابن الدار وشال المسدس وحط 3 طلقات براس الجندي الأمريكي، وبعدها اشتعلت المسألة يعني. فهم بعد ما طلع هذا الأمر وما يسمى بالقنوات التي غطت هذا الأمر وغطته إعلاميا، سلطت كلها على المناطق السنية وعلى مناطق أهل السنة والجماعة وعلى يعني مدن أهل السنة والجماعة وعلى قطاعات أهل السنة والجماعة، على أنهم الحامي الأساسي، خاصة بالإضافة إلى أفغانستان، بالإضافة لشيشان، بالإضافة إلى كل هذه المعطيات. فأهل السنة هم حملة قصب السبق، أهل السنة والجماعة هم حملة الراية. فماذا أخرجوا لنا مسميات أضفوا عليها شنو؟ اسم أبطال ما أبطال، من ضمنهم أبو درع. يعني ظهرت شخصيات معينة دون ذكر أسماء في المجتمع السني، وهم مثلوا المقاومة السنية في العراق. فحاول هؤلاء أن يقاوموا هذا الزخم ويقاوموا الانهزام النفسي الذي عاناه الشيعة، بالذات في فترة ما بعد السقوط، بعد 2003 و2004 مرورا ب2005 وما بعدها. فحاولوا إيجاد نوع من الشخصية اللي وظفوا عليها اسم، يعني اسم إجرامي، اسم أبو درع،
لكي يجابه ولكي يرفع معنويات الانهزامية التي كان يعانيها الجيش المغزي وما زال يعانيها الجيش المغزي في مدينة الثورة وغيرها وغيرها وغيرها، وانتم تعرفون الأحداث وما حاجة نقول لكم عليها بارك الله بكم. نفس الشيء هم الآن حاولوا يصورون عماد مغنية على أنه جيمس بوند. زين، منو بيشكلوا جيمس بوند عفوا عماد مغنية؟ بيشكلوا عماد مغنية. عماد مغنية شنو بطولاته؟ بسنة 1981 دزلة مفخخة على السفارة العراقية ببيروت لما اشتعلت الحرب العراقية الإيرانية بعد اعتداء سافر من حكومة ولاية السفيه على الأراضي العراقية في ذلك الوقت. دزلة مفخخة وحاط بيها كلبين من كلابه ودخلوا بالسفارة العراقية وفجروا وانقتل بذاك الوقت يعني السفير العراقي اللي هو عبد الرزاق لفتة، وكذلك يعني مجموعة من الطاقم من ضمنهم أكثر من واحد من طاقم السفارة العراقية. بعد ذلك يعني أنا أجد بأنه كثير من الأخوان حينما يأتي اسم عماد مغنية دائما تأتي إلى بالهم الطائرة الجابرية، لكن هذه ليست الجريمة الوحيدة لعماد مغنية ضد يعني العرب والمسلمين. يعني توجد جريمة أخرى كانت متزامنة مع فترة الطائرة الجابرية اللي هي الطائرة العراقية اللي كانت طالعة من بغداد إلى عمان. الطائرة العراقية اللي كانت طالعة من بغداد إلى عمان اللي هي الطائرة العراقية الشهيرة التي اختطفها 2 من كلاب حزب الله كانوا صاعدين ترانزيت وصعدوا بالطائرة العراقية وكانوا مخبين معهم قنابل واختطفوها وحاولوا إنزالها في مطار عرعر في المملكة. طيب، لكن حينما هبطت الطائرة حصل نوع من الحادث وارتطمت على الأرض، فيعني قتل عدد كبير من ركاب الطائرة، لكن سبحان الله نجا طاقم الطائرة الطيار وغيره، ونجا معه هذه سنة 86 نجا معهم الكلاب الاثنين هم ذولا المختطفين، وتم اعتقالهم وسلمتهم في ذلك الوقت قوات الأمن في المملكة سلمتهم للعراق وتم التحقيق معهم. عرضت تحقيقاتهم في ذلك الوقت على التلفزيون العراقي، وقالوا بأنه عماد مغني هو اللي كلفهم بهذه المسألة وأنه من تنظيمات حزب الله والعزى، وقال لهم بأنه يعني أنه هذا الأمور كلها بسبب التعبئة التي حصلت والتعبئة التي يعني يريدون تعبئة الشيعة بالذات في لبنان، لأنه حزب الله في لبنان كان نوعا ما يد ضاربة للشيعة في ذلك الوقت. فقال لهم يا بني احنا الآن لازم نضرب العراق ولازم نأذي العراق، لأنه بعد أن مسحت قوات إيران بالأرض خاصة يعني في سنة 86 كان العراق مقبل على معركة المحمرة وما قبلها، عفوا معركة الفاو وما قبلها، والتي ألحقت الهزائم الشديدة بالقوات الإيرانية. فبسبب يعني الضغط اللي حصل فلجأوا إلى هذه الأساليب الخسيسة. صعدوا بطيارة صاعدة من عمان فيها مواطنين أردنيين فيها مواطنين عراقيين، وسبحان الله العظيم قتلوا الغالبية من عندهم وحاولوا النجاة، لكن يعني سبحان الله تم إلقاء القبض عليهم. وبعد ذلك أثناء التحقيقات تبين أنه كل واحد من عندهم كان حاط له رمانة، لكن حاط الرمانة بملابس الداخلية ولابسين ملابس داخلية كذا، يعني ما أذكر عن شو اسمه زين، وحتى لأنه هذه الملابس إذا حط ملابس داخلية ما حد يفتش الأستاذ، وملابس داخلية حتى مو رجالية ملابس داخلية نسائية. فسبحان الله العظيم حصل هذا الأمر. وبعد ذلك بعد ما اعترفوا الاعترافات يعني عرضت في التلفزيون العراقي، أظن الأخ سندي يعني إذا كان معاصر لتلك الحقبة يعرف المسألة هذه. وراحوا تقريبا ما يقارب 70-65 شخص كلهم قتلوا في هذه المسألة. بالإضافة إلى ذلك أنه عماد مغنية جاب على أساس مجموعة من ربعة على أساس يشاركون الحرس الثوري في الثمانينيات في إبان الحرب العراقية الإيرانية، فألقوا عليهم القبض كثير من عندهم، بالذات بعدما يعني حصل يعني اللي هي الهجمة المعاكسة من الجيش العراقي الشهيرة اللي اقتربوا بها جدا من يعني، وكان بينهم مسألة عشرات أو مئات كيلومترات فقط بينهم وبين إيران، عفوا بينهم وبين طهران،
لما توغل الجيش العراقي بوقتها وصارت مظاهرات على الخميني، كاد أن يسقط وأن يسقطه الشعب الإيراني، لأنه سقطت إيران يعني عسكريا. فألقى القبض على مجموعة كبيرة من عندهم، وتم عرض اعترافاتهم في ذلك الوقت، واستمر عرض اعترافاتهم حتى إلى عهد قريب في برنامج كي لا ننسى، يعرفوا العراقيين، اللي يطلع قبل أفلام الكرتون قبل أفلام الكرتون، وبعد ما يعرض تلاوة القرآن الكريم صباحا، تقريبا ربع ساعة تلاوة القرآن الكريم، بعدها يطلع برنامج كي لا ننسى، بعدها يطلع جراندايزر وساسوكي فيعني هذا اللي حصل. فهذا هو يعني عماد مغني وغيره، عبارة عن تافه، ويحاول أن يصنع منه بطل. ومرة أخرى يعني نقول بالله هي هاي المرجلة وهاي البطولة تسترجل بالله على الطيارات، تصعد طيارة بها مساكين أردنيين وعراقيين ومصريين وسودانيين، وتروح تضربها بمطار عرعار. هاي مرجلتك بالله، تركب لك سيارة تحط بيها كلب من كلابك وتدزه على السفارة العراقية في لبنان، كل ثأر لحكومة ولاية السفيه. فهاي بطولاتهم، يعني هم بطولاتهم وين؟ بطولاتهم على الأبرياء، بطولاتهم على العزل، بطولاتهم على من وكلهم وشربهم يعني. وقصة الجابرية كلكم تعرفوها بارك الله بكم. ويعني حتى لما حاولوا اغتيال، أظن فجروا عبوة أو شيء من هذا القبيل في موكب أمير الكويت في ذلك الوقت، وكذلك تفجير المقاهي في البحرين على ما أظن، وحتى تفجيرات الحرم اللي حصلت في مكة المكرمة، كلها يعني سبحان الله العظيم متزامنة، وكلها كانت كردة فعل على الحرب العراقية الإيرانية، لأنه كل الدول العربية كانت تدعم العراق في تلك الحقبة كما تعلمون. فهم كانوا ينظرون إلى الدول العربية والإسلامية على أنها يعني أعداء لإيران، وخاصة بعد ما سحقت إيران في الحرب العراقية الإيرانية، يعني سحقت سحق مو طبيعي. ويعني سبحان الله العظيم، يعني مراجلهم وبطولاتهم يفجرون في الحرم، يفجرون في أنفاق مكة، يفجرون المقاهي، يفجرون الطيارات، ويفجرون السفارات. فيعني الله المستعان. يعني هذا علي الكرار. أخي أبو عمر أنا طولت عليك آسف. علي الكرار يقول وين سحق الطيحة وحظ الطيحة وحظ صدام؟ يعني هذا علي الكرار يقول لك أنا من مدينة القذر، يعني من مدينة الثورة، زين، وعلى أساس هو يعني على أساس عراقي أو غيره. ويعلم الجميع بأنه لا يوجد عائلة في جنوب العراق إلا وفيها قتيل أو جريح من إبان الحرب العراقية الإيرانية. لكن مع ذلك هذا المستوطن اللي اسمه علي الكرار، هذا المستوطن يفزع الإيران على بلده، ويفزع الإيران على إخوانه، ويفزع الإيران اللي جابت سيوفها وجابت سلاحها واعتدت على بلده، يفزع الإيران. زين، اي طبعا يا علي الكرار. تعرف ليش يا علي الكرار؟ لأنه هذا يدل على أنه جيناتك مو صافية، ولا بيبو بالإشارة يلطموا. تعرف يعني شنو جيناتك مو صافية؟ يعني يقول لك ثلثين الولد الخالة، زين، يعني ثلثين الولد الخالة ويعني إلى آخره. زين يابا، يعني صدام اعتدى على إيران، وإيران لما ضربت يعني مدرسة بلاط الشهداء، هاي قاعد ترد على صدام. مو لما إيران ضربت مدرسة بلاط الشهداء اللي راح ضحيتها 200 طفل عراقي، 200 طفل عراقي، مدرسة بلاط الشهداء. هذا هو هذه الحرب. هذه الحرب. وإيران لما احتلت آبار مجنون العراقية بنهاية سنة 79 اللي هي شعلة الحرب، هذا هم إيران ما مخطئة يعني شفت شلون؟ لا سعوفك من الجزر الإماراتية يا أخي علوم العالم. إذا هو يعني الدجلة والفرات اللي وكلته وشربته ما يفزع، تريد يفزع الجزر الإمارات؟ بارك الله بيك. يعني شفت شلون أخي علوم العالم؟ يعني هو إذا ما غزر بي دجلة والفرات تريد تغزر بي الجزر الإماراتية؟ لكن لا قد مولاي إنك راقوي.